للأسف أرسنال أرتيتا بالتحديد حط نفسه في مأزق وحط نفسه تحت ضغط شديد جدا بعد الهزيمة اللي حصلت من ساوثهامبتون والخروج من الكاس. في ناس كتير شافت ان الخروج من الكاس ده هيديلك راحة وبراح اكتر، ان انت تاخد راحتك في دوري الابطال او تاخد نفسك عشان ماتشات دوري الابطال والدوري الانجليزي، لكن على الناحية المقابلة ده حط ضغط عليك زيادة ودوافع عندك زيادة ان انت مضطر ان انت كمان تكسب الماتشين بتوع سبورتنج لشبونة او ايا كانت يعني النتائج بتاعت الماتشين. المهم ان انت تصعد من ربع النهائي لنص النهائي دوري الابطال عشان تكمل المنافسة في البطولتين اللي فاضلين عندك خلال هذا الموسم. فلذلك مباراة سبورتنج لشبونة هي مباراة ذات أهمية كبرى، يعني في أهمية كبيرة جدا لمباراة سبورتنج لشبونة سواء كانت مرحلة الذهاب أو العودة، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة صديق الأرسنال العزيز. لكن في الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من قعدة أرسنال قبل ال90، وحديثنا عن مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة مباراة الذهاب في البرتغال. ما تنساش تدعي لإخواتك في غزة والسودان وسوريا واليمن ولبنان وفي كل بقاع الأرض، ربنا ينصرهم ويآمنهم ويطمنهم يا رب هم وكل الدول العربية، ويخلصنا من هذا السرطان الأسود اللي عامل الدمار في العالم كله. وبأكد لك ان احنا مستمرين على المقاطعة، ولو ظهر لك اي اعلان من اعلانات المقاطعة على الحلقة دي او على اي حلقة من حلقات القناة يا ريت تقول لنا ايه اللي ظهر لك عشان نعمل له بلوك وما يظهرلكش تاني. اديني اللايك واديني السبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا، وشير الحلقة لو عجبتك وشير الحلقة لو مجهودنا في القناة عجبك. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. خلينا ناخدها كده يا جماعة بالراحة واحدة واحدة من الاول خالص، وتعالى نوصل للمرحلة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. مبدئيا لو هتتكلم من ناحية أرسنال فحضرتك آخر مباراتين لعبتهم كأرسنال، واحدة كانت في ذهاب واحدة كانت في نهائي الكاراباو قصاد السيتي وخسرت البطولة بأداء للأسف وحش جدا. ما كانش عندي مشكلة ان انا اخسر البطولة بس العب بشكل افضل، وخرجت من ساوثهامبتون اللي بيلعب في الشامبيونشيب في كاس الاتحاد بأداء برضو ما كانش افضل شيء، واللعيبة شبه ما كانتش مركزة وخرجنا من البطولة. وانا كنت بقول ان البطولة دي كانت مهمة او ان الماتش ده عموما كان مهم، سواء هنصعد او مش هنصعد، هو كان ماتش مهم ان انت تكسبه وان انت تعمل فيه اداء كويس عشان الروح والمعنويات والثقه ما تقعش من اللعيبه، وكمان ان احنا جعانين بطولات فكنا عايزين نكسب اي بطوله. فما علينا، اللي حصل حصل خلاص واللي راح راح. لكن اخر خسارتين خسرناهم في المباراتين دول بيحطوا عبء وضغط كبير جدا على ارتيتا وعلى ارسنال ان انت محتاج تكسب المباريات اللي جايه، لان ما بقاش قدامك غير البطولتين دول. سيبك من المراحل اللي جايه ايه اللي هيحصل، سيبك انت هتلاعب اتلتيكو مدريد ولا برشلونه مش قصه، سيبك من ان انت هتلاعب مين بعد كده لو صعدت اصلا من نص النهائي مش القصه. قصتك دلوقتي ان انت تعدي المطب بتاع سبورتنج لشبونه. فبالحديث بقى عن سبورتنج لشبونه وان انت عندك الدافع طبعا ان انت محتاج ان انت تصعد من البطوله دي، وسبورتنج لشبونه جاي وعارف ان انت جاي مشحون ومركز في البطوله دي وعامل فيها اداء ممتاز جدا، كسبان ال8 ماتشات بتوع الدور الدوري وكسبان ليفركوزن باداء ونتيجه ممتازه جدا، فانت صاعد لدور ال8 او صاعد لدور ربع النهائي، فبرضه هتموت نفسك على البطوله دي. فلذلك سبورتنج لشبونه عنده ميزه مش موجوده عندنا. الميزه ان هو بيلعب الماتش الاولاني في ارضه. هتقولي دي ميزه، هقول لك ايوه دي بالنسبه لي انا لسبورتنج لشبونه هي ميزه، لان هو هيحاول جاهدا ان هو يخلص الصعود من عنده. طيب خليني برضو اوضح لك وجهه النظر. بودو جليمت لما لاعب سبورتنج لشبونه، وبما ان المباريات دي هي مباريات النوك اوت، هي مش مباريات دوري اللي هو لو اتعادلت قشطه انت مضطر ان انت يا تكسب يا تخسر، يعني يا دي يا دي. فبودو جليمت كان الماتش الاولاني عنده في ارضه، فقدر ان هو يغلب سبورتنج لشبونه 3-0 تقريبا في المباراه دي. لما جه بودو جليمت في العوده وراح للبرتغال، سبورتنج لشبونه نصب له السيرك وعمل عليه حفله جميله ووراله الشنيط يوم الثلاث. فاحنا ممكن نستنتج من هنا يا جماعه ان سبورتنج لشبونه لما بيحب يعمل حاجه او ان هو يحب يعمل نتيجه، فعامل الارض والجمهور بالنسبه له عامل مهم جدا، وان هم بيستغلوا العامل ده احلى استغلال، وان الفرقه دي بعد خروج جيوكيرس وتقريبا عثمان ديوماندي تقريبا مش عارف موجود ولا خرج بصراحه، اللي هو المدافع اللي انا كنت بقول عليه من السنه اللي فاتت، كنا بقول ان احنا نجيبه، وفي بعض العناصر خرجت من سبورتنج لشبونه اللي خلى الموضوع
الموضوع ان هم لا لسه زي ما هم، يعني هم بيكسبوا وهو بيصعدوا دوري الابطال، وكمان صعدوا لثمن النهائي دور ال16، ثم صعدوا هو الربع النهائي على بودو جليمت. فالقصد اللي انا عايز اقوله لك ان ان سبورتنج لشبونه عشان يعدوا ربع النهائي عملوا النتيجة والأداء القوي جدا على أرضهم قصاد بودو جليمت، وده هيسوقني لحاجة تانية، ألا وهي ان هو عشان عارف ان ارسنال جاي وعنده الدافع والقوة ان هو عايز يعمل اداء في الماتشين بتوع دوري الابطال، فهو هيحاول جاهدا ان هو ما يخليش صعوده متوقف على ماتش العودة في الاميريتس. هو هيعمل اقصى جهده ان هو يخلص المباراة دي من البرتغال، يخلص صعوده من البرتغال. هو هيحاول جاهدا ان هو يلعب على دي. معنى كده ان انا لازم ابص على ايه هي الطرق اللي استخدمها سبورتنج لشبونة خلال دوري الابطال، وخاصة قصاد بودو جليمت اللي قدر بيها يضغط على فرقة للأسف فرقة تقيلة ويخرجها في أرضه. فلذلك احنا جبنا لقطات توضح ايه هي الاشكال او ايه هي الطريقة الهجومية اللي لعب بيها سبورتنج لشبونة على بودو جليمت، وقدر من خلالها ان هو يسجل عدد كبير جدا من الاهداف في بودو جليمت، وكانت حفلة سيرك عملوا سيرك كده ونصبوا السيرك على بودو جليمت. لكن قبل ما نروح للحالات وقبل ما نروح للمقتضفات والصور اللي احنا جايبينها لك او الفيديوهات اللي احنا جايبينها لك، يا رب تتعرض واليوتيوب ما يعمل لناش اي مشكلة، خلينا اكلمك برضو في نقطة تانية من ناحية ارسنال، وهي ونقطة الاصابات. احنا لغاية دلوقتي بالاداء اللي ظهرنا بيه قصاد ساوثهامبتون، فانا بشوف ان احنا ما زلنا عندنا نقطة خلاف كبيرة جدا بيننا وبين ارتيتا، والنقطة دي هتسوقني للغيابات، او النقطة دي هتسوقني للشكل اللي احنا بنظهر بيه. ارتيتا دايما بيلعب بالفكر اللي هو انا داخل الماتش مع الفريق الخصم، مش بيبقى لي انا الكلمة الاولى ومش بيبقى لي انا الكلمة العليا، لا، هو ما عندوش مشكلة ان هو يخش قصاد سبورتنج لشبونة ويفضل يلعب قصاد سبورتنج لشبونة لغاية لما هتلاقي سبورتنج لشبونة بيضغط عليك اكتر وبيسجل هدف واتنين. انا بشوف ان ده غلط، انا بشوف ان ده ما ينفعش ان انت تعمله، او ان انا بشوف ان انت بيبقى عندك المقدرة ان انت تقتل الماتش بدري شوية. خلي بالك من نقطة مهمة جدا، ان سبورتنج لشبونة هيحاول جاهدا خلال هذه المباراة ان هو يسجل هدفين و3، لان اي اهداف زيادة هي هتفيده. على ناحيتك انت بقى لا قدر الله لو انت طالع مغلوب من مباراة الذهاب دي، وليكن مثلا فرق 1 او فرق 2، مغلوب فرق 1 او فرق 2، فهو هيجي لك في الاميريتس بالتأكيد هو مش هيفتح مساحاته، بالتأكيد هو مش هينزل عنده رغبة شديدة في الهجوم، هو بالعكس هيتحفظ دفاعيا بشكل كبير جدا، وهيحاول ان هو يموت الريتم على قد ما يقدر ويضيع الوقت على قد ما يقدر. بمجرد ما حضرتك تحاول ان انت تسجل هتلاقي فيه متاريس واقفة قدامك، ولو فرضنا ان انت سجلت وان العملية خلاص بقت تعادل، سواء كانت مثلا انت مغلوب 2-1 في الذهاب فبقيت 2-2 مثلا في العودة، فلسه الماتش شغال، ساعتها هو هيبدأ ان هو يهاجم عليك شوية، ولو سجل هدف هيرجع يقفل عليك تاني. فهنا في نقطة بتقول ان يا ارتيتا انت لازم تهاجم وما يكونش عندك الخوف والحذر الدفاعي اللي احنا شفناه قصاد ساوثهامبتون، اللي ما كانش يستحق ان انت تلعب قصاده بالشكل ده، وان انت تتهزم كمان من مانشستر سيتي بالاداء اللي انت ظهرت بيه ده. مشكلتك يا ارتيتا ان انت لما بتضغط فانت بتقبل بالضغط ده. عارف انت في فرق تانية كده لما بتضغط بيبقى عندها عناصر خبرة كتير موجودة في الفرقة بتعرف تخرج الفريق بتاعها من الضغط، لكن انا دايما بحس ان التعليمات بتبقى موجودة كله يرجع للخلف وكله يرجع لللو بلوك، ويا جماعة احنا هندافع. فانت كده بالبلدي بتقول للفريق الخصم انا موافق ان انت تضغطني واعمل ما بدالك، انا الدفاع بتاعي قوي. وللأسف انت الدفاع بتاعك قوي بس برضه بيدخل فيه اهداف، والامثلة كتير مش عايزين نضيع وقت. فالقصة هنا بتقول انت لازم تهاجم، انت لازم تنزل من اول المباراة مهاجم، ومش مجرد ان انت مهاجم بس، انت مهاجم وعندك فاعلية تهديفية، مش مجرد ان احنا بنروح وبنضيع، لا انا عايزك تروح وتسجل، نلعب جماعي اكتر، نلعب مباشر اكتر، نلعب بشكل سريع اكتر. لكن فكرة ان انا هفضل الشوط الاولاني فرضا يعني بلعب مع سبورتنج لشبونة وسبورتنج لشبونة بيلعب معايا وبنروح بنيجي مع بعض، ينزل سبورتنج لشبونة الشوط الثاني عنده حماس اكتر وشغف اكتر فيضغطني مثلا في تلت ساعة نص ساعة يسجل
ويسجل فيهم هدفين ويموت الدنيا، ده غلط. وكمان الاشكال اللي انا هوريها لك دلوقتي ان شاء الله باذن الله النهارده في حلقتنا هيوضح لك ان سبورتنج لشبونه قادر ان هو يضغطك فعلا ويلاقي مساحات فعلا ويسجل هدفين ويرجع ينام عليهم، يقول لك خلاص تمام انا سجلت هدفين 3 في ارسنال، سواء ما سجلش ارسنال او سجل هدف انا خلاص هرجع اقف كده، انا مرضي كده، هروح لك العوده، هقفل دنيتي تماما ومش هتلاقي اهداف. فلازم يا ارتيتا ما يكونش فيه الحذر الدفاعي المبالغ فيه اللي انت بتعمله. ما ينفعش يا ارتيتا تسجل هدف، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونسجل هدف وبعد ما تسجل هدف تدي تعليمات ان احنا ننزل ميديم بلوك او لو بلوك وما نضغطش تاني. ده غلط، لان الفريق اللي قدامك انت بتدخله للمباراه وبتقول له تعالى سجل فيها هدف، وبعد ما بيسجل فيك هدف بتبدا ترفع الريتم تاني وتروح. انا مش عارف انت بتتعامل مع ارسنال ليه على اساس ان هو عربيه وعصايه غيارات. احنا مثلا الطريق واسع ومفتوح بنروح دايسين على البعيده، دايسين على الرابع ولا الخامس. لما الدنيا تبقى زحمه وعايزين نهدى ومع ان الطريق فاضي ومثلا ممكن تعاد، لا ارجع تاني وخليها نمشي على السرعه الاولى ولا السرعه الثانيه. ده غلط. انت طول ما انت قدامك المسافه ان انت تقطع مشوار اكبر، اقطع مشوار اكبر يا باشا، طول ما انت ماشي على المستوى اللي يخليك تعدي من سبورتنج لشبونه او تبقى على الاقل مستريح. اما بقى بالنسبه للتشكيل المتوقع لارسنال في مباراه سبورتنج لشبونه، فلغايه ما انا بصور معاك دلوقتي، انا بصور معاك قبل المباراه بحوالي 36 ساعه تقريبا، يعني بصور معاك قبل المباراه بيوم ونص. فعايز اقول لك نقطه مهمه جدا، او يومين، يعني ما بين يوم ونص اليومين. عايز اقول لك نقطه مهمه جدا، ان لغايه اللحظه مفيش ان اخبار ان تيمبر هيعود على مباراه سبورتنج لشبونه، يعني اخبار مؤكده. في اخبار شائعات بتقول ان هو ممكن يبقى متاح، لكن في اخبار تانية بتقول لا مش هيبقى متاح. تمام. فانا لغايه دلوقتي هلعب طبعا بديفيد رايا في حراسه المرمى، على اليمين هلعب ببين وايت، ما عنديش اي حاجه بديله، ووارد ان احنا نشوف موسكيرا هو اللي يبقى على الناحيه اليمين في قلبي الدفاع. لغايه ما انا بصور معاك دلوقتي وهنبقى مع بعض في الكومنتات، جابريال ماجالايش خارج الحسبه، جابريال ماجالايش مش موجود معانا في ماتش سبورتنج لشبونه ماتش الذهاب، فهلعب بويليام صليبا، ولو هنكابي متاح هيبقى جنبه هنكابي. طب لو هنكابي مش متاح للاسف هيبقى جنبه كالافيوري، عشان هحط على الناحيه الشمال لويس سكيلي للاسف الشديد. وليه للاسف الشديد؟ ومين اصلا اللي تسبب في حاجه زي كده؟ هقول لك للاسف ارتيتا هو اللي ما عملش الروتيشن بشكل صحيح في مباراه ساوثهامبتون. كنت لازم في الماتش في الشوط الثاني بتاع ساوثهامبتون تخرج جابريال ماجالايش وتنزل ويليام صليبا، وده كان الاهم، ان انت تعمل عمليه الروتيشن عشان انت محتاج اللعيبه بتاعتك في الماتشات اللي جايه المهمه. فده خط الدفاع، وارد ان انت تلاقي موسكيرا هو اللي بيلعب على الناحيه اليمين، وتلاقي قلبي الدفاع ويليام صليبا وموسكيرا الاثنين مع بعض وكالافيوري على الناحيه الشمال، ويمكن ده الاقرب شويه ان انت ممكن تشوف حاجه زي كده. وبين وايت طبعا هو اللي هيبقى على الناحيه اليمين. قدامهم اتنين هيبقى زوبيميندي وديكلان رايس، بنسبه كبيره جدا هيكونوا موجودين في المباراه اللي جايه قصاد سبورتنج لشبونه. قصادهم 3 على اليمين لغايه ما انا بصور معاك دلوقتي، بنتكلم في مدويكي، وبنتكلم في الناحيه الشمال لغايه ما انا بصور معاك دلوقتي للاسف ديل المعزه مارتينيلي، وكرقم 10 كاي هافرتس، وفي الامام جيو كيرس. طيب هل في تشكيله تانية ممكن تحصل؟ اقول لك ممكن. انت ممكن تلاقيه بيلعب بنفس ال4 2 3 1، بس تلاقي ان اوديجارد هو اللي رقم 10، وتلاقي زوبيميندي وديكلان رايس هم اللي موجودين ارتكازات، فاوديجارد ياخد حريته الكامله في نص الملعب، سواء كان في العمق تحت جيوكيرس او في الاطراف عند مدويكي او عند الديل المعزه مارتينيلي. ليه بقول لك ان الكلام ده لغايه دلوقتي؟ لان انا بقول لك لسه في يومين كاملين او يوم ونص كاملين قبل المباراه، وارد ان يحصل اي تحديث في حاله تيمبر، وارد ان يحصل تحديث في حاله هنكابي، وارد ان يحصل تحديث في حاله ساكا. فاللعيبه دول او ال3 دول لو بقوا جاهزين، طبعا تروسارد معاهم، لو حصل ان ال4 لعيبه دول بقت حالتهم 100% وتم تاكيد وجودهم، فال4 طبعا هيكونوا موجودين في المباراه بشكل اكيد. يعني ما اعتقدش ان هو هيبدا بتروس، ما اعتقدش ان هو هيبدا بمارتينيلي على حساب تروسارد، ما اعتقدش ان لو ساكا موجود ان هو هيبدا بمدويكي على حساب ساكا، لا يعني ما اعتقدش برضه ان هو هيبدا ببين وايت على حساب تيمبر،
لا، هو هيبدا باللعيبه بتاعته عادي جدا، لان هو المفروض ان انت نازل المباراه دي مش واخدها هزار، لا انت واخدها برضو جد، وان انت لازم تسجل فيها اهداف وتحاول كمان ان انت تكسب في المباراه دي. اخر حاجه عايز اقولها قبل ما نخش للحالات، هل المباراه يا معتز صعبه؟ اقول لك صعبه جدا، مع ان يعني سبورتنج لشبونه يا معتز مش القوه الكبيره يعني، وده شال 3 يا عم من بودو جليمت، وشال قبل كده مننا، وشال قبل كده مش عارف ايه في الدوري الابطال دور المجموعات. هقول لك والله الظاهر قدامنا لغايه دلوقتي في سلسله المباريات اللي هو لعبها، مع بعض التحليلات اللي احنا شفناها، مع بعض اللقطات اللي جمعناها، يؤكد ان عندهم عناصر قويه جدا، وعندهم عناصر سريعه جدا، ومن اكتر الفرق اللي بتلعب على المساحات. فدي مشكله كبيره جدا بالنسبه لك انت كارسنال، عرفت تحلها هتعرف ان انت تتعامل مع سبورتنج لشبونه على افضل وجه. ما عرفتش تتعامل معاها او ما عرفتش تتصرف، فانت هتستقبل للاسف اهداف كتير. معلش بقى يا صاحبي، تعالى ايه نخش على الحالات. اديني بس كده ايه 1 مينت. معلش بقى اخوك كبر في السن، معلش ولازم اقرب الحالات مني، سوري الفون مني يعني. معلش اخوك برضو كبير في السن، عارف والله كنت بحجز مع اصحابي ماتش، فحجزت يوم الاربع ولعبت، وبعد كده كان عندي حجز تاني يوم الخميس ولعبت. اكتشفت ان العظمه كبرت والله يا صاحبي، وان انا تعبت بعد الماتشين والله، ان انا العب 24 بعد 24 ساعه ماتش وماتش 60 دقيقه 60 دقيقه، الموضوع مرهق، الواحد ما بقاش يا جدعان زي زمان. اديني بس مينت كده بس اشغل الدنيا واجي لك على طول. يلا بينا يا صديقي كده نبص على سبورتنج لشبونه كان بيحاول يعمل ايه وهو مغلوب 3-0 من بودو جليمت ده في ماتش العوده. زي ما انت شايف هنا مش مستفز خالص بودو جليمت ان هو يروح يضغط على حامل الكوره، فحامل الكوره كل اللي هو بيعمله ان هو بيعمل ايه؟ باصات تمريرات ما بينه وما بين السنتر باك اللي جنبه، وزي ما انت شايف الظاهرين قريبين شويه بس يعني مش بعيد، وان بودو جليمت زي ما انت شفت كده موجودين ميد بلوك قاعدين في نص الملعب. هنا لعيبه بودو جليمت مش بيضغطوا على حامل الكوره، كل اللي هم عاملينه ان هم واقفين 4-4-2 زي ما انت شايف، او 4-3-3، وقافلين على قد ما يقدروا المساحات اللي ما بينهم في نص الملعب، وبنتعامل مع الكوره براحتها خالص. دي نقطه مهمه جدا عشان عايزين نقول منها حاجه، ان لو انت هتضغط على سبورتنج لشبونه على حامل الكرة اثناء البيلد اب بتاعه اللي هو الشكل المعتاد اللي احنا بنلعب بيه، فده ممكن يظهر مساحات اكتر في نص الملعب او في خط الدفاع بتاعك، وده اللي بيلعب عليه سبورتنج لشبونه. سبورتنج لشبونه في المباراه بتاعه بودو جليمت بتاعه العوده قدر ان هو يخلق مساحات في ظهر بودو جليمت، وقدر ان هو يخلق مساحات في نص ملعب بودو جليمت، وقدر ان هو يلعب على السرعات بتاعته، وراح سجل اهداف بالشكل وبالطريقه دي. فعشان سبورتنج لشبونه يقدر ان هو يستفز بودو جليمت ويظهر المساحات، عمل نقطه مهمه جدا. تعال نبص، او عمل حاجتين مهمين تعال نبص عليهم. ابتدى ان هو يدخل اللعب عادي جدا بعد عمليه البروجريشن، احنا طالعين هو من خط الدفاع، بيبدا بودو جليمت يضيق المساحات على حامل الكوره او المنطقه اللي فيها اللعب، فزي ما انت شايف ضغطوا عليه، بس اللاعب عشان مهاري قدر ان هو يعدي. ايه اللي بيحصل؟ بيبدا التكتل بتاع بودو جليمت يبقى في منطقه معينه، ده اللي بيعمله بودو جليمت، سيبك مننا احنا. طيب فين بقى الحته المفتوحه؟ الله ينور عليك، هي دي الحته اللي خلقها سبورتنج لشبونه عشان يقدر يرمي ويحول الملعب من الناحيه اليمين للناحيه الشمال. باشا الجناح الشمال واخد راحته معاه، فدان يجري فيه براحته خالص. بص مساحات، خش يا عم يا رقم 8 او اي حد من نص الملعب، هيخش في المساحه الفاضيه اللي موجوده مفيش حد فيها، لان هم بودو جليمت كانوا متكتلين ومقاربين جدا، عاملين الزون ضيقه قوي. فهنا انت بتخلق مساحه للاعب اللي هو الجناح يقدر ياخد الكوره، او مساحه في ال18 يقدر ان هو يلعب عليها ويباص ويسدد، سواء الكوره اتسجلت هدف او ما اتسجلتش هدف. يبقى دي من احد الحاجات اللي بيعملها سبورتنج لشبونه، ان هم كانوا بيخلوا اللعب، او بالبلدي كانوا بيميلوا اللعب على احد الاطراف، ويخلوا الطرف ده اللي هو المفروض ان هو بيكون مهاري شويه يقدر ان هو يخرج. بودو جليمت بيبدا ان هو يضغط وينكمش، يسيب مساحات ويسيب حتت فاضيه. وهنا بنخرج بنقطه، النقطه اللي هي ايه؟ تصميم وتأكيد سبورتنج لشبونه ان هو بيعشق المساحات، بيحب جدا خلق المساحات في ظهر المدافع. فلذلك احنا ما ينفعش ننكمش بنفس الشكل اللي بيعمله بودو جليمت، احنا لازم نكون منتشرين في الملعب بالشكل السليم، لازم نمط الملعب مطه مش مبالغ فيها، بس المط ده يكون قاتل فكره ان اخلي جناح او ظهير يقدر ان هو يخترق ويعدي. لان الكوره الثانيه اللي انت شفتها دي، او المشهد اللي انت لسه شايفه ده اللي عدى ده، ممكن يكون الجناح
او اللي عدى ده ممكن يكون الظهير. يعني هي لعبه متبادله ما بين الاثنين. وعلى فكره اللعبه دي احنا بنعملها كارسنال دايما. انت بتلاقي احيانا الكره مثلا مع الجناح الشمال بتاعنا يعني تروسارد او ديل المعزه الثاني، وبتلاقي الظهير معدي، بتلاقي بقى كالافيوري او بتلاقي هنكابي مثلا معدي او مخترق لل 18 عشان ياخد مساحه ويعرف ان هو يسدد او يباص. فهنا عندنا نقطة بتقول ان سبورتنج لشبونة في ارضه بيعرف يشتغل على المساحات قوي وبيعرف يضغط قوي، وعندهم الديناميكية اللي تخليهم يعملوا ده. تعال اوريك حاجة تانية بيعملوها هجوميا لعيبة سبورتنج لشبونة تبقى مهمة جدا. في حالة ان انت مضغوط زي بودو جليمت كده زي ما انت شايف قدامك، لو انت مضغوط وبتلعبها مان تو مان وزون ومضيق مساحتك قوي زي ما انت شايف ومقاربين قوي، ايه اللي بيحصل؟ بيبدأ سبورتنج لشبونة يلجأ للباصات الصغيرة عشان يبدأ يشدك ويخرجك بره المناطق الدفاعية بتاعتك. ليه؟ الله يفتح عليك، عشان نلاقي المساحات. فبمجرد 1 2 3 اترمت الكوره على الناحيه اليمين، بتبدا بص شايف الناحيه الشمال هنا ابيض. يعني دي غلطه كانت موجوده عند بودو جليمت، ان هو حاطط ال10 لعيبه كلهم زانقهم على الناحيه اليمين وبيضيق المساحات. في الحاله دي انت بتنسى خالص الناحيه الشمال اللي بيكون موجود فيها الظهير الشمال. فسهل جدا ان انت تعرض له كوره من الناحيه اليمين للناحيه الشمال، بتخلي الجناح الشمال اللي هو بيضم للعمق شويه يخش في المساحة في ظهر المدافع، وتروح الكورة للظهير يريحها بس زي ما انت شايف في منطقة سهلة يقدر ان هو يحطها هدف في المرمى. فلذلك احنا هنا بنوصل لنقطة مهمة تانية او نقطة مهمة تالتة، ان تحت اي حال من الاحوال ما ينفعش ان انت تسيب مساحات وتسيب الظهير او الظهير الشمال او اليمين ان هم ينطلقوا براحتهم على الخطوط بتاعتك. لو هنلعب بين وايت على الناحية اليمين، فانت لغاية دلوقتي الكورتين اللي احنا وريناهم لك دول، الكورتين دول على الناحيه الشمال بتاع سبورتنج لشبونه. يعني بين وايت عنده تعليمات او عنده مهمه كبيره جدا ان هو لازم يقفل الخط بتاعه. وفي حاله عدم وجود بين وايت لاداء مهام هجوميه ومش موجود لاداء المهام الدفاعيه، فلازم موسكيرا يغطي او زوبيميندي هو اللي راجع يقفل الناحيه دي. ففي اي حاله ما ينفعش نسيب مساحات لسبورتنج لشبونه في خط الدفاع بتاعنا. اديني بس دقيقه اشرب بق ميه ونكمل. في اللي جاي ده بقى هوري لك ازاي بيعتمدوا على السرعات والانطلاقات بتاعتهم. معلش الته والقاف والطه والحاجات دي بتعلق معايا شويه، فتعالى اوري لك الانطلاقات بتاعتهم بتساعدهم ازاي، وبالسرعات كمان بتساعدهم ازاي. زي ما انت شايف قدامك ادينا يا عم متكتلين دفاعيا لعيبه بودو جليمت ومقربين المساحات ومقفلين تقفيله غريبه جدا في نص الملعب، واللعيبه بتاعت سبورتنج لشبونه ضغطه بالضغط الكبير، فبنلجأ للكور الطويله عشان نرمي على احد الجهات. خلي بالك ان صناعه اللعب كله احيانا بتبقى على الناحيه اليمين. يعني لغايه دلوقتي اللي انا وريته لك ان غالبيه اللعب بيتم الطبخ على الناحيه اليمين، يعني بيطبخ على الناحيه اليمين. بيبدا المهاجم، يعني ده الجناح هيستلم الكوره، المهاجم بيبدا ياخد مدافع. خلي بالك المهاجم بياخد مدافع وبيروح بيه. ليه؟ عشان نخلي فيه مساحه يجري فيها لاعب نص الملعب ما بين الاثنين مدافعين. خلي بالك النقطه دي هي اكتر نقطه ممكن تضر ارسنال. يعني هو هنا خد الكوره والمفروض ان هو بقى فيرست تاتش اللي هو ترينكاو، المفروض ان هو يحط الكوره بقى خلاص، يعني هيحطها جوه المرمى، لكن للاسف هي طلعت اوت. فهنا نقطه مهمه جدا، ودي من اكتر النقط اللي ممكن تضر ارسنال حرفيا، ان اللعب بيكون على الناحيه اليمين، فهتلاقي المهاجم بيشد المدافع عشان بس يلاقوا هفوه، يلاقوا مساحه، يلاقوا لقطه يقدروا يعدوا منها من الاثنين مدافعين او خط الدفاع. وبمجرد ما خط الدفاع بتاع الخصم بينهار، بتلاقي رقم 10 او حد من النص الملعب بينطلق بسرعه، وتلاقي اوتوماتيك الكوره اترمت له وبيروح ان هو مان تو مان بقى مع حارس المرمى، او بيبقى رايح فيه مدافع مثلا رايح معاه في ظهره. فالنقطه دي لازم يكون يعني صحيين قوي قوي ليها. وزي ما قلت لك ان عمليه طبخ اللعب كله عند سبورتنج لشبونه في الغالب بتكون على الناحيه اليمين، والتنفيذ والانهاء بيكون على الناحيه الشمال. تعال هوريك كره تانية بتثبت وبتاكد على الكلام اللي انا قلته لك. بص كده معايا، ادي يا باشا احنا ايه بودو جليمت. انا هتكلم قليل. بودو جليمت اهو متكتل نص ملعب زي ما انت شايف، وتوزيعه شبه غلط شويه، مش احسن حاجه. بيبدا لاعب الجناح اليمين نزل، المدافع هيديها له وسحب مدافع معاه، سحب الباك معاه. بيبدا بقى اللاعب اللي هو الاخضر اللي معمول عليه علامه ده هيبدا ان هو ينطلق بالحركه
هينطلق عشان يسحب واحد كمان من الدفاع بتاع بودو جليمت عشان نكسر الدفاع ده. فايه اللي هيحصل؟ حرمي في المساحه. الطبخ كله يا جماعه بيتم على الناحيه اليمين، وادينا رايحين واحد على واحد. ادي يا عم بالسرعه، بالحركه، باللعب المباشر، في مساحه، خدت الكره رحت. اللعب مطبوخ يا جماعه على الناحيه اليمين، بيبدا الجناح الشمال يخش برضه في المساحه اللي موجوده. اللي هيحصل يا باشا بعد كده؟ هيجري وهيروح رميها له هدف. شكرا سبورتنج لشبونه. زي ما انت شايف كده، هي دي طريقه اللعب والشغل اللي عملوه في مباراه بودو جليمت. يبقى بنستفيد من كل ده بنقط مهمه جدا. رقم واحد، سبورتنج لشبونه مش هينفع باي حال من الاحوال ان انت تسمح له ان هو يخلق مساحات في خط ظهرك. ادي رقم واحد. رقم 2، سبورتنج لشبونه عندهم سرعات في اللعيبه بيعرفوا يستغلوها كويس ويخترقوا خط الدفاع. ده رقم 2. رقم 3، بلاش ان انت تتكتل دفاعين وتضيق المساحه قصاد حامل الكوره بالشكل المبالغ فيه اللي كان بيعمله بودو جليمت. انت محتاج ان انت تمط الملعب مطه معتدله متوازنه، ما ينفعش ان انت تخلي الملعب كله على الناحيه دي. ده رقم 3. رقم 4، من اخطر الجبهات اللي موجوده عند سبورتنج لشبونه هي الجبهه اليمين. هي الجبهه دي اللي احنا وريناها لك، وفي حالات تانية بس انا مش عايزين نطول الدنيا. غالبيه الحالات ان الجبهه اليمين بتاع سبورتنج لشبونه هي اللي بيتم فيها الطبخ والاعداد، وان الطبخه لما بتخلص بيتقدم الطبق للناحيه الشمال، هو اللي بيروح يسجلها، سواء كان الظهير الشمال او الجناح الشمال، اللي هما الاثنين اصلا بيعملوا شغل مع بعض وبيقدروا ان هما يوجدوا مساحات. يبقى لا سرعه قصاد سبورتنج لشبونه، لا مساحات قصاد سبورتنج لشبونه، لا يعني مفيش اي سبب ان انت تعمل اي اخطاء ساذجه قصاد سبورتنج لشبونه. لازم نكون صحيين جدا للانطلاقات والاختراقات اللي هما بيعملوها والمساحات اللي هما بيخلقوها. لو التزمنا ببعض الحاجات دي هتقدر ان انت تطلع امن ومش متسجل فيك اكتر من 3 اهداف في المباراه دي. يعني ممكن يسجل فيك هدف هدفين ماكسيمم، لان هم عندهم عناصر بتعرف ان هي تسجل، وكمان عامل الارض والجمهور هم بيستخدموه بشكل اكبر. هنيجي بقى للنقطه الاخيره عشان نقفل حلقتنا، بس النقطه دي مش محتاجه ان انا اعرض لك حاجه خالص، لان ده يعني مبني بناء على اللي انت شفته. اللي انت شفته بيقول ان سبورتنج لشبونه لما بيتقدم للامام وبيروح في هجمه، لو تاخد بالك بيبقى فيه مساحات في خط ظهره. فالسلاح اللي سبورتنج لشبونه عايز يضربك بيه هو نفس السلاح اللي انت هتضرب بيه سبورتنج لشبونه. فلذلك عندنا شغل كبير قوي في خط الدفاع. خط الدفاع هيكون هو كلمة السر عندنا في هذه المباراة، مباراة الذهاب بالتحديد. خط الدفاع مع خط النص هم اللي عندهم القدرة وهم عندهم واجبات قطع الكورة وإرسالها سريعا لأحد الأطراف، أحد الجناحين بتوعنا، أو المحطة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها، وهي المفتاح اللي هيخلصنا من كل حاجة ومن الضغط ده كله، ألا وهو جيوكيرس. جيوكيرس عنده دور كبير جدا في المباراة دي. أولا حساسية المباراة، لأن دي الفرقة السابقة بتاعته، ووارد ان يحصل فيه صفرات استهجان او ان هو يحصل فيه استفزاز مثلا لجيوكيرس. فلازم جيوكيرس يكون مهيأ نفسيا من قبل ارتيتا والجهاز الاداري ان هو يعرف يتعامل مع المباراة بشكل ممتاز. دي رقم 1. رقم 2، اكبر واحد او اكبر دور موجود في اللعيب عشان نسجل اهداف هو جيوكيرس. اللي احنا شرحناه عن سبورتنج لشبونه، في حاله ان انت قدرت ان انت تقطع الكوره، فانت ملزم ان انت تختصر عمليه بناء اللعب وترمي كوره طوليه سريعه، سواء بالايد من ديفيد رايا او ايد ورجل من ديفيد رايا او من الرجل من اي مدافع او من اي لاعب. بسرعه ارمي الكوره لجيوكيرس واستغل الفدادين اللي انت هتلاقيها في ظهر سبورتنج لشبونه. هم دايما لما بيهجموا دايما بيكون خط الدفاع بتاعهم متقدم، دايما الضغط بيكون بعدد كبير من اللعيبه، فلذلك السرعه في التنفيذ مهمه جدا عندنا. لذلك المساحه اللي انت هتلاقيها في سبورتنج لشبونه لازم تستغلها. لازم نلعب لعب مباشر ولازم نلعب لعب جماعي، بلاش فزلكه، بلاش بطء، بلاش اللعب اللي احنا بنعمله ان انت لما بتمسك الكوره بعد هجمه مثلا زي كده. ما هو خلي بالك، هو هجمه زي كده مثلا لسبورتنج لشبونه لو الكوره اتقطعت منه هو هتلاقيه قارص عليك بهاي لاين ديفنسيف، ان هو بسرعه ضغط
عكسي هو عايز ياخد منك الكوره بسرعه، يقطعها ان شاء الله، ياخد فاول، ياخد انذار، ما عندوش مشكله. المهم ان انت ما تستغلش السرعات بتاعتك، ما تستغلش المساحات اللي ورا. فلذلك بمجرد ما خط الدفاع او خط النص اي حد فيهم قدر ان هو يقطع الكوره من الهجمه اللي كانت بتاعت سبورتنج لشبونه، لازم بسرعه، بدون فزلكه، بدون مط، بدون تطويل، بدون لعب كتير، بدون تضييع وقت، لازم ترمي الكوره بسرعه لاحد الاطراف. يعني هترمي على الطرف اليمين اللي هيكون فيه ساكا او مدويكي، او على الطرف الشمال اللي هيكون فيه تروسارد او ديل المعزه مارتينيلي، او ترمي على المحطه بتاعتك، وده الافضل، ارمي عند جيوكيرس يستلم ويلف ويروح، او ان هو يحط الكره قدامه ويجري ويروح، او ان هو يستلم ويقدر ان هو يوزع لاي لاعب جاي معاه من تحت. اسف جدا لو كنت طولت، لكن حلقه مهمه جدا وكلام كان مهم جدا، كان لازم اتكلم فيه، لان انا بصراحه بحب اتكلم في التحليل شويه يعني، وبحاول انا اطور نفسي فيه كمان شويه بشويه. فشكرا جدا ليك يا صديقي ان انت وصلت معايا لغايه هنا. اتمنى ما تكونش نسيت اللايك وسبسكرايب وشير، وشاركنا على قناه السوشيال ميديا في الديسكربشن، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. وان شاء الله هنكون موجودين معاكم بعد بكره في اللايف بتاع قعده ارسنال قبل الماتش ان شاء الله باذن الله بساعه. شكرا جدا ليكم، واترككم في رعايه الله. سلام عليكم.